النهارده بقى جايبه لكم اسعار الرجه كلها ان شاء الله. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا الرنجه ماليه السوق النهارده، طبعا بقالها اكتر من اسبوع موجوده في السوق، والنهارده طبعا كتير جدا جدا، لان كله يعتبر بيتسوق النهارده عباره عن رنجه، بصل اخضر، فسيخ وسردين. وطبعا جايبه لكم الاسعار كلها، وخلي بالكم علشان في رنجه كتير في السوق مغشوشه، فخدي بالك من القصه دي. وفي رنجه يعني استغفر الله العظيم ما تشتراش، مرخصين سعرها جدا، وطبعا ما تشتراش. فشوفي الرنجايه الاول وشمي ريحتها قبل ما تشتريها. يلا بقى خش بقى اسمع الفيديو، وان شاء الله هيعجبك باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. فيديو جديد معكم النهاردة، يا رب يعجبكم. فيديو شوية مشتريات كده. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين وبصحة وبرزق واسع، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض بيتألم، ويرحم امواتنا واموات جميع المسلمين في الايام المفترجة ديت. طبعا شهر خلاص، شهر رمضان بنودعوه خلاص. كل سنة وحضراتكم طيبين. الواحد زعلان فعلا ان هو عدى بسرعة، عدى كده ضيف خفيف طبعا على الكل. ربنا ان شاء الله يبلغنا رمضان السنة الجاية بإذن الله. تعالوا بقى نشوف الاسعار النهارده. نزلت حبيت بقى ايه اقول لكم من خلال الفيديو دوت. كل سنه وحضراتكم طيبين وبراحه بال وبسعاده وبرزق واسع يا رب العالمين. تيجوا بقى كده نشوفوا اسعار الرنجة واسعار الخضار اللي ولع السوق النهارده. هي الغلطة الوحيدة فعلا ان الواحد بيستنى لاخر لحظة يشتري، بس والله طول ما احنا كل يوم بننزل ونشتروا حاجات، بس هو الاستغلال بقى بتاع قبل الوقفة بيوم دوت ولا يوم الوقفة، بتحسي ان الحاجة كلها غلط. نيجوا على الطماطم. الطماطم في السوق النهارده غالية جدا، في ب12 وفي ب10 جنيه. يبقى الطماطم فيه ب12 وفيه ب10 جنيه. نيجوا بقى على الخيار. طبعا الناس بيعرفوا ايه الحاجات اللي هي مطلوبة في العيد وبيغلوها. الخيار النهارده ب20 جنيه، وفي ب15 جنيه، ب20 وب15 اهو. الله المستعان على الجميع طبعا. اهوت جبت كده منه 3 كيلو، قلت احطه في الدرج طبعا عشان خاطر العيد وكده، وبيبقى الاكل كله يعتبر بعيش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا سعر الليمون الربع انا جايبه ربع اهوت. الربع ب8 جنيه، الربع كيلو ب8 جنيه. الله المستعان. طبعا السوق كله على كده غالي كده. السوق سيدي بشر طبعا الاسعار كلها نار. وطبعا رحت كذا سوق قبل كده بقالي كام يوم برضو نفس الاسعار، بس النهارده بزياده شويه. جبنا ايه تاني؟ الفراخ النهارده ب93 جنيه، عشان اللي حابب برضو يعرف سعر الفراخ. انا جبتش فراخ، انا كنت جايباها في المشتريات بتاعه تقريبا امبارح. البصل بقى، البصل طبعا مال السوق، البصل الابيض دوت، وكله طبعا بيجيب من ده اهو. انا جايباه صغير شويه، ما رضيتش انقيه كبير، انا بحب طبعا الحاجه الصغيره. بكام البصل؟ البصل فيه ب12 ونص، وفيه ب15 جنيه. فيه ب15 وفيه ب12 ونص. دوت اللي انتوا شايفينه دوت ال2 كيلو ب25، يعني ب12 ونص. البصل بقى ايه؟ البصل الاخضر اللي هو دوت طبعا لازم، وجرجير وشبت وبقدونس وكده. ربطة البصل بكام؟ الربطة ب5 جنيه، وربطة الجرجير الواحدة بجنيه، وفي التلاتة ب2 جنيه. تمام. زي ما انتوا شايفين اهوت، والربطات كلها صغيرة مش كبيرة. الفلفل بقى طبعا هو اللي غالي جدا النهارده. الربع والله جايبه الربع دهوت اهو ب10 جنيه. الربع ب10. فالله المستعان. طبعا الفلفل، طب ما جبتش ليه فلفل من اللي هو الطويل برضو نفس السعر، كان حامي او بارد. جبت قلت بقى ربع كفايه ب10 يمشيني اليومين دول اهوت. يعني كده الكيلو وقف
كده ب40 جنيه، ب40 جنيه. وانا استغربت، قلت انا مش عارفه في ايه بالظبط، يا ترى بقى السعر عندكم ايه؟ طبعا ما تقوليش ان انا اتخميت، لاني انا لفيت السوق كله، كله يقول لك الربع ب10، الربع ب10، و فانا مش عارفه والله، الله المستعان. جبت كمان اهوت منخلول اهو، فتح يا ستي اهو. بيديكي زي ما انت عايزه، عايزه ب5، عايزه ب10، بيديكي عايزه ربع، عايزه نص، تمام. فهوت انا جبت اهوت المخلول. محدش بياكله عندي طبعا المخلول غير انا، فقلت بقى ايه، اجيب انا بقى ايه شويه دول اهو. بيديكي من اول 5 زي ما انت عايزه، 5 ب10 ب15 زي ما انت عايزه. الرنجة وأسعار الرنجة. طبعا في رنجة بطروخها ناعم، وفي الرنجة اللي هي بطروخها الخرز. الخرز طبعا أغلى، تمام. كده كده احنا ما بنحبوش البطاريخ اللي جوه الرنجة يعني، فجبت من اللي هي الناعمة دي. الناعمة ديت أرخص على فكرة. هقول لكم السعر بادئ من كام. السعر في السوبر ماركت أو في السوق أو كده كله بادئ من 110. عندك 110، 120، 140، في 150 لغاية 170. 170 طبعا البطروخ الخرز، 150 برضو البطروخ الخرز، وال140 اللي هو الخرز برضو. من أول 110 ده البطروخ اللي هو الناعم، تمام. ريحتها حلوة اهيت، وطبعا مش متبهدلة ولا حاجة، وحلوة الواحدة بوحدتها. أنا جبت كده هو كيلو اهو، جبت كيلو كده. طبعا هو الكيلو ياما، بس يعني ممكن ايه عيب على يومين ولا حاجة، يعني حسب لما نشوف ان شاء الله. ديت بالنسبة لأسعار الرنجة. أسعار الفسيخ بقى، طبعا أسعار الفسيخ غالية من زمان. بتبدأ من معاكي في ب180، في ب200، وفي ب250، وفي معاكي لغاية 280، وفي ب300. دوت أسعار الفسيخ. وطبعا الفسيخ زي ما انتوا عارفين أنواع، خلاص هي انواع كتير. وعندك في برضو اللي هي ب150 بتبقى فسيخة صغيرة شوية، مش اللي هي الملحمة، تحس ان هي ناشفة شوية. دوت بالنسبة لأسعار الفسيخ. الله المستعان على الجميع، وربنا يقويكم ويقوي كل واحد على حاله ان شاء الله. حبيت اقول لكم الفيديو دوت. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وبصحه وبرزق واسع، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسينيش بقى في الدعوه الحلوه، ما تنسينيش اهم حاجه في الدعوه الحلوه وفي الكومنت اللي زي قلبك الابيض. ولو عجبك الفيديو اعملي اللايك، ما عجبكيش خلاص. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.